تشتري ايه من يوريتشي بانسينول؟ ايه اللي انت محتاجاه؟ اول حاجه واكتر حاجه فايرال اليومين دول على تيك توك هي يوريتشي بانسينول ادفانس. اكتر حاجه فايرال ومنتشره جدا وكل الناس بتتكلم عليها، فكان لازم اجيبها واجربها. اول حاجه هي فايرال ليه وايه المميز فيها عن الكريمات الغاليه وكده. اول حاجه هي فيها فيتامين سي وهيلورونيك اسيد وكربوميد، التلاته دول اكتر حاجه كلنا محتاجينهم لبشرتنا، سواء للنضاره او للترطيب او لو عايزين نعمل تقشير بسيط. هو ده اللي احنا محتاجينه بالظبط، وخصوصا الناس اللي لسه راجعه من المصيف وبشرتها متبهدله او اتحرقت من الشمس او كده. هو ده اكتر حاجه هيرجع الامور احسن من الاول كمان، عشان الفيتامين سي بيدي نضاره، هيلورونيك بيدي ترطيب عميق، وكربوميد عشان يقشر. تاني حاجه يوريتشي بانسينول كريم، ده للبشره العاديه والجافه. اكتر حاجه حلوه جدا جدا تحت الميك اب، وكمان لو انت عايز تستخدميها اخر ستيب في النايت روتين بتاعك، حلوه قوي، بتحبس الترطيب وترطيبها حلو، وبتنافس بجد براندات عاليه قوي، وسعرها حلو قوي، تقريبا 60 65 جنيه كده. فده حلو قوي، وهتلاقيه ده في كل الصيدليات، يعني لو ما لقيتيش يوريتشي هتلاقيه ده موجود عادي، لان ده لسه نازل جديد، فممكن ما يكونش موجود قوي في بعض الصيدليات، بس هو حاليا موجود في كله. ده بقى للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. احلى حاجه تحت الميك اب وترطيبه حلو قوي للبشره الدهنيه والمختلطه، يعني ما تخافيش منه، مش هيطلع لك حبوب. ممكن تستخدميه بالليل لوحده بعد الغسول، ممكن تستخدميه في اخر ستيب في النايت روتين، ممكن تستخدميه قبل الميك اب عادي جدا. ممكن لو حاسه ان انت عايزه ترطبي في اي وقت، حلو ومش بيطلع حبوب، حلو جدا 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 للناس اللي بشرتهم مختلطه وبشرتهم دهنيه. جبت لكم بقى اخر حاجه هم منزلينها في الكرباميد، يوريتشي كرباميد، ده اكتر حاجه هتبقى حلوه قوي قوي لجلد الوزه. للناس بقى اللي عندها جلد وزه، جلدها بيطلع فيه الاستروبري سكان خطير خطير خطير، بعد السكرابات اللي احنا بنعملها او بعد الشاور، رطبي بيه جسمك اي حته فيها استروبري سكان او جلد وزه، هيبقى تحفه. نسبه اليوريا فيها 10، وده نسبه مناسبه جدا عشان ما تحسسش الجلد وفي نفس الوقت تجيب نتيجه كويسه. حبيت اختم باحلى حاجه هم عملوها، عشان كتير ناس سالتني ان هي عايزه حاجات للحبوب واثار الحبوب والحبوب الحمراء والحبوب الملتهبه، وحاجات لاثار الحبوب والكلف والنمش والحاجات اللي مضايقاهم. حاجات كتير مضايقه الناس في بشرتها، مش عارفين يستخدموا ايه ويجيبوا حاجات غاليه وما بتظبطش. سكينو ريتش اكتر حاجه هتبقى افكتيف معاكي. اول حاجه هو في ازاليك اسيد بنسبه 14، فالنسبه دي ممتازه انها تخفي اي اثر من اثار الحبوب، وفيها سلسليك اسيد عشان الحبوب الحمراء والملتهبه تختفي تماما وتنشف وتروح على طول، وبنسينول عشان يعيد بناء حاجز البشره بعد ما خلاص احنا خلصنا ان الحبايه راحت وان كمان اثرها راح، عشان يرطبها ويعيد بناء حاجز البشره من جديد بطريقه صح. ده اكتر حاجه هتبقى